مجرد ما هفكر في جنس هفكر في الكمبيوتر، هيبتدي الهرمونات العكسيه تشتغل. علاج متلازمه القنوات الاباحيه واثارها المدمره. كنا بنتكلم عن العلاج وقلنا لازم تمتنع عن التفكير في الجنس نهائي. وليه قلنا كده؟ لانه مجرد التفكير في الجنس هيرجع تاني، يرجعنا للحلقات المفرغه. انت اصلا عندك حلقات مفرغه احنا ما خرجناش منها. الحلقه المفرغه بتاعت ان مجرد ما هفكر في جنس هفكر في الكمبيوتر، هيبتدي الهرمونات العكسيه تشتغل، هيبتدي الدوبامين يعلى، هيبتدي يبقى فيه دوبامين رش، هيبتدي يبقى فيه، احنا كده داخلين في دايره مفرغه. احنا عايزين نعالج وبنرجع لضبط المخ. فهنا العلاج ان يبقى فيه عهد ما بين الزوج والزوجه والدكتور. احنا جروب، تمام؟ سواء الزوجه جت او ما جاتش، بس لازم الكلام ده يوصل لها بامانه عن طريق الزوج، تمام؟ لو هو مش عايز ياخد زوجته لدكتور في العياده، في مراكز، تمام، موجود فيها اخصائيات نفسيات بينقلوا كلام الدكتور للزوجه، او طبيبات نساء بينقلوا كلام الدكتور بالتفصيل بتوضيح طبي بخطوره الكلام ده للزوجه. فممكن تلجأ لأحد المراكز دي لو أنت مش حابب تبقى الزوجة تتكلم مع الدكتور. طيب، إحنا امتنعنا عن التفكير في العلاقة. طب والزوجة؟ ده اللي هنقوله في الحلقة اللي جاية.